ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم احلى فطير السجق، بس الطريقه بتاعتها حلوه قوي وهتبقى سهله قوي للي ما بيعرفش يعملوا الفطير. انت هتجربي دي بعد كده ما عدتش هتشتري اي فطير سجق بعد كده. انا اهم حاجه جايبه احسن سجق شارياه، طبعا نظافه، مفيش بعد كده، وصحي يعني كل اللي جربوه شكروا فيه. انا قلت بقى ايه اجرب. طبعا بيبيع برضو سجق، بيبيع لحمه، بيبيع كفته، بيبيع كل حاجه مجمده. يعني بصراحه اسمه، اللهم صل على النبي، سجق ابو صلاح. بصراحه طريقه بيعه مرتاحه والناس كلها بتحب اسلوبه. ليه؟ بيجيب الحاجات النظيفه واحسن طعم. مفيش حد جرب البرجر بتاعه او السجق بتاعه بصراحه الله ما شكر فيه. ان شاء الله هنتعامل معاه وهنجيب كل حاجه وهنوريكم احسن طريقه، من كفته لبرجر ان شاء الله. احنا هنجرب بقى بعد كده، والمفروض نسمي الفطيره نقول ابو صلاح عشان احنا ان شاء الله هنعمل السجق بتاعه. طبعا انا جبت نص كيلو، ومعايا كان عندي ربع صدر فرخه، قلت برضو اعمل برضو واحده عشان اللي عاوز ياكل من ده ياكل، طبعا تبع الاولاد وكده. معايا فلفل الوان، ومعايا طماطمايه توحوش البذر بتاعها، ومعايا الزيتون المخلي، معايا بصلتين. طبعا كل ده مش هيتعمل عشان السجق، لا هنعمل عشان برضو الفراخ هنعملها زي الشاورما بالظبط. كده احنا خلصنا حاجه الايه الحشوه. احنا هنيجي بقى على دقيق. انا معايا كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. الكيلو دقيق ده ما بيحتاجش اي حاجه خالص، عجينه فطير ما بتحتاجش حاجه. قال لي ايه بقى؟ هنعوز معلقه ملح، ومعانا معلقه سكر، وهنعجن معاكم بقى احلى فطيره ان شاء الله تشوفوها. هنقلب. اهم حاجه الفطير بيحب العجين صح، يعني ايه ما تزهقيش عشان تاخدي فطيره هشه وفطيره خفيفه ما تبقاش مكتومه. بس خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي احلى فطير. طبعا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وهنبدا معاكم ونقول بسم الله. احنا هنعجن العجينه وبعد كده هندور على الحشوه عشان ايه نعمل فطير احلى فطير. كده خلاص. لازم تعجنيها عجنه حلوه زي ما انا بقول لك. شوفوا اهو. احنا هنسيبها بقى كده. بس هعمل ايه؟ معلقه زيت زي ما انت شايفه كده. شوفوا هنركنها تسيبها ترتاح، وبعد كده ما تشكلهاش على طول، لازم تسيبها ترتاح معاكي عشان تبقى سهله في الفرد. احنا هنعمل الحشوه، لازم اهم حاجه تكون الزيت سخن. اوعي تسيبي الزيت يكون بارد، لازم يكون سخن. وعلى فكره انا ما بعملش دعايه، انا ده اخويا جايب الحاجات دي، وانا بقول عشان يعني ايه ان انا بقول لكم ان انا بجيب حاجه منه وبعملها عشان ما حدش يفكر ان انا بعمل دعايه. هنشوف كده. بسم الله. عشان ما يتفتحش معاكي. الزيت سخن، اهم حاجه لازم الزيت يسخن. طبعا انتوا بتقولوا ان انا هسيبها بحالها، لا طبعا مش هتتحط في الفطيره كده. انا بحب اديها الصدمه وبعد كده بحب ان انا اقطعها. يعني بعد ما اخلص واديها الصدمه بتاعتها اقطعها براحتي انا بقى. هنبتدي نقلبها بس مش هقلبها بحاجه. كده شويه بس تدي لون بس، وبعد كده هشيلها ونحط مكانها البصل نشوحه شويه، وبعد كده نحط الفلفل. انا هشيله دلوقتي لان كده خلاص، وبعد كده احطه في طبق عشان ايه اقطعه قطع صغيره. كده خلاص انا شيلته. هنحط البصل بس مش كلها، كفايه قوي. هنشوحه ونديله لون كده، وبعد كده كده خلاص هنحط الفلفل برضو، مش هنحطه كلته عشان انا محتاجه منه برضو. كده كفايه قوي. هحط برضو الطماطم. طيب اهم حاجه تخش البيض ونقلب. انا هحط
بهارات بسيطه خالص، هو مش محتاج ان انت تحط اي بهارات لان هو بيبقى فيه بهارات. بس هحط ملح عشان التتبيله ديت مش هكتر. اللهم صل على النبي. وهحط ايه كمان؟ هحط شويه بابريكا بس. فلفل اسمر اكتر من كده مكتر عشان هو مش محتاج انك تحط له حاجه. بصوا بقى انا هحط نفس على فكره هعمل الفراخ بنفس الطريقه، يعني مش محتاجه ان انا ايه اوريها لكم وانا بعملها. نفس ما هعمل سجق هعمل الفراخ. انا دلوقتي هحط السجق قطعناها حتت صغيره. في ناس بتبقى تحب تقطعه قبل ما بتدوله الصدمه، بس كده الاحسن عشان بيفتح معاك. تدوله صدمه. هنسيبه يهدى شويه ونرجع نوريكم احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي العجينه هي زي ما انتم شايفينها ارتاحت. دلوقتي انا جبت صينيه اديناها زيت. بعد كده لازم يتعملوا كلهم قد بعض. شوفوا اهو نعمل كمان اهيت. ممكن تعملوا الفطيره الكيلو دي فطيرتين تبقى حلوه وماسكه نفسها. شوفوا اهو دي برضو بنفس الطريقه اهيت. هنعملها برضو اهيت. هنكملها كده خلاص هتتعمل فطيرتين وهنرجع نوريكم احنا هنعمل ايه. كده سجق خلص. بسم الله ما شاء الله على الريحه وعلى الشكل احلى كمان. طبعا الفلفل الالوان بيدي شكل جميل لاي حاجه. احنا هنركنه زي ما انتم شايفين. جبت جبنه موزاريلا، جبت زيتون طبعا انتم شايفينه. انا دلوقتي هحوش الحاجات دي كلها وارجع لكم تاني. انا مسحت الرخامه ومسحتها مسحه حلوه وخليتها نظيفه. انا هفرد عليها. حط زيت، تحط السمنه، الزيت احلى. انا عامله فطيره كبيره وفطيره صغيره. ليه؟ هقول لكم دلوقتي وانا بفرد فيها انا هعمل فيها ايه. انا بوسع بس عشان ايه زي ما انتم شايفين كده. شوفوا عشان سبتها ترتاح شويه بتفرد معاكي بسم الله ما شاء الله كده اهوت. لو اتقطعت معاكي برضو ما تقلقيش خالص. هنفرد. احط شويه زيت كمان. تفضلي تفردي فيها لغايه كده اهوت ما ترققي فيه تبقى رقيقه خالص زي ما انت شايفه. حطي كده. الرخامه عندي عشان مش كبيره، تبقى عاوزه رخامه كبيره عشان تفردي فيها براحتك زي ما انت شايفه كده. بس هي دلوقتي شوفوا يعني رقيقه خالص زي ما انتم شايفين. احنا هنعمل ايه دلوقتي اهيت. بسم الله. طبعا دي الرقيقه الصغيره. انا دلوقتي هحط منها على السجق زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هتفرديها زي ما انت شايفه. بسم الله افردي خالص. وبعد كده الجبنه كل ما الجبنه تكون كتير بتبقى احلى. طبعا هنحط زيتون زي ما انت شايفه. اهوت
نفس الطريقه، وهنجيب ديت على دي، نجيب نفس الطريقه اهيت اهوت. احنا هنشتغل ديت زي ما انت شايفه، ونقوم ايه حاطينها هنا. ليه؟ عشان هوريكم احنا هنعمل ايه. اهو هرجع اوريكم حاجه تاني كمان واحده. انا هنقل اللي عملتها عشان قلت لكم برضو ان انا الرخامه بتاعتي صغيره، هنقلها على حاجه، على طبق زي ما انتم شايفين اهي، وهفرد برضو. افردي بقى براحتك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش محتاجه انك تعملها باي حاجه، هي بسم الله ما شاء الله العجينه حلوه وماشيه وجميله ازاي. بس رققي عشان تبقى جميله معاكي وخفيفه، لكن لو سبتها تخينه هتبقى معاكي تحسي ان هي كده مكتومه. وكل ما يكون الرخامه واسعه بتاخد راحتها خالص ان شاء الله. نظبط الرخامه. قلتلك ما تقلقيش حتى لو اتقطعت منك. كده خلاص. نحط ده كده وده كده وده كده بنفس الطريقه اهيت. هنحطها فين احنا بقى؟ هنحطها في الصينيه ونسيبها تستريح. اهم حاجه انك تسيبيها تستريح. ليه؟ عشان تبقى حلوه معاكي لما تيجي تفرديها تبقى سهله بالنسبه لك. بسم الله. هنسيبها تهدى شويه وبعد كده هنفردها معاكم. احنا كده سيبناها لما تهدى، هنفردها معاكم بقى. ايديكي بس حاجه بسيطه زيت عشان لما تيجي تفرديها متضغطيش عليها قوي عشان ما تتقطعش معاكي. اهم حاجه الفرن يكون سخن، لازم الفرن يكون سخن قبل ما تحط الفطيره. احنا هنحط على وشها شويه جبنه وبعد كده هنروح نحطها في الفرن، وهنوريكم احلى فطير بعد ما يخش الفرن. كده الفطير طلعناه بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى لما حطينا شويه جبنه ادي لون جميل وشكل احسن. احنا ان شاء الله هنقطعه معاكم زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص زي ما انتم شايفين. انا بس مقطعها. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم الجمال الحلو ده؟ بسم الله ما شاء الله. الحشوه بصراحه ريحتها جميله قوي قوي والشكل احلى. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش والله كل اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.